بتواجه صعوبة في الحصول على مبيعات بشكل مستمر؟ لو انت صاحب مشروع وبتعاني كل شهر في محاولة جذب العملاء وزيادة المبيعات ودايما عندك مشاكل في الجزئية دي، فأنا جاي لك بالحل. تفتكر شركات التسويق هي مجرد خطوة كافية لعمل الماركتينج لمشروعك؟ لازم تسمع الجزئية دي لأنها مهمة جدا ليك. لو انت عندك مشروع فلازم تبقى فاهم انك لازم تكون فاهم ماركتينج كويس، لازم تكون عارف يعني ايه ماركتينج. انا بقول لك الكلام ده وانا عندي شركة تسويق، لكن مش مجرد انك جيت لي الشركه فده معناه ان انا هعمل لك الماركتنج بتاعك وهحط لك البلان بتاعتك وكده خلاص الماركتنج بتاعك خلص او جزئيه التسويق بتاعتك خلصت. لازم تكون فاهم ماركتنج لان في حاجات في البيزنس بتاعك انت بس اللي فاهمها، وانت اللي عارف خبايا البيزنس بتاعك كويس قوي، فهتقدر تطلع افكار مش موجوده عند اي حد غيرك. وعلشان كده طبيعي تكون فاهم ماركتنج كويس. وكمان نقطه تانية، لو انت بتتعامل مع اي شركه تسويق فمش كل شركات التسويق كويسه. وللاسف عندنا مشكله كبيره جدا في المجال ده، وعندنا مشكله كبيره جدا في الجزئيه دي ان في شركات كتير ما بتبقاش كويسه، مش عايزين نقول لفظ تاني يعني. فمهم قوي انك تكون فاهم ماركتنج علشان على الاقل تبقى عارف تحكم على الشركه دي هي بتنفذ لك شغلك بالشكل المظبوط ولا لا، وتبقى عارف انت بتكسب من التعامل معاهم ولا لا. ده غير انك يبقى عندك القابليه انك لو سبت الشركه دي النهارده تقدر تعمل تسويقك بنفسك والبيزنس بتاعك ما يعطلش. فمهم قوي انك تكون فاهم جزئيه الماركتنج. أنا زياد سليم، مدير تسويق إلكتروني، وعندي خبرة أكتر من 8 سنين في مجال التسويق، وقدرت إن أنا أساعد كتير من صحاب المشاريع إن هم يزودوا مبيعاتهم وكمان يضمنوا تدفق مستمر للمبيعات دي. وأنا بقدم لك كل ده عن طريق دبلومة الماركتينج المقدمة من ذا جود أكاديمي. ولأن الدبلومة دي مش مجرد دبلومة تعليمية، لا دي دبلومة تعليمية وعملية بتمشي معاك خطوة بخطوة، من بداية من مرحلة التعلم لحد ما توصل لثلاث أضعاف المبيعات الحالية عندك. واحنا بنضمن لك كمان ان انت لو ما حققتش ده هنرجع لك فلوسك بالكامل. لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر تقدر تبعت لنا رسالة دلوقتي علشان نرد عليك بكل التفاصيل، او تقدر تخش على المنصة وتشوف الدبلومة وازاي تشترك فيها.